شوف طيب كابتن محمد شيحة. الو. اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا محمد، ازيك؟ اقول لك الحمد لله على السلامه. كنت في الخرطوم انت؟ والله رحله شاقه جدا. كنت بتتفاوض مع جمال الوالي عشان يوافق على احتراف الحضري، ولا يعني وسيله ضغط على الوالي ولا ايه؟ ليه ضغط؟ ليه؟ ما هو عصام موقع وعقده كويس جدا. ولسه موقع ما فيش، والفرقه ماشيه يعني ممكن يكونوا متاخرين في الفلوس، ممكن يكون ليه يعني هنضغط ليه؟ طيب جاله عقود منين؟ لا يعني بس يعني السؤال من الاول، هو عصام بيلعب اساسي وعقده كويس والفرقه الاول ليه؟ وحارس مميز الحقيقه طبعا. يعني ما فيش ضغط. هو جاله 3 عروض من احد الانديه الانجليزيه واحد الانديه السويسريه واحد الانديه الايرانيه. كابتن محمد، كان الامر يعرض على مجلس اداره نادي المريخ. الناس قعدت مع الكابتن عادل ابو جريشه، والراجل قال ان وجهه نظري الفنيه كنائب رئيس لجنه الكوره برفض العرض تماما. قعدت مع السيد جمال الوالي وقال لي انا لسه ما استفدتش من عصام، وموضوع الماديات ده بالنسبه لي موضوع ثانوي، يعني مش هو البيزك بالنسبه لي يعني. طيب فرفض العرض تماما يعني. محمد قول لي العرض الانجليزي نادي ايه تحديدا؟ لا بص والله يا طارق، انا هقول لك على حاجه يعني. هو انت عارف في شغلنا يعني مش المفروض ان احنا نعلن عن حاجه زي كده لعده اسباب. الانديه دي بتبقى حاطه 1 و2 و3. فليه لما هم ما عرفوش يجيبوا رقم 1 رقم 2 يعرف ان هو ما كانش رقم 1، فيبدا هو يرجع عليك انت والشركات اللي بتتعامل معانا تتضايق يعني. لكن العروض قدمت كتابه لنادي المريخ، وهو الوحيد، هو والحضري اصحاب الحق في معرفه الانديه يعني. انت عارف لو نادي مصري اقول لك على طول، او نادي عربي اقول لك على طول. طب هو في الدوري الممتاز ب انت مش كده في القسم الثاني نادي انجليزي؟ في القسم الثاني، لكن في الدوري السويسري فريق 8 أو 9 الدوري السويسري يعني. هو كان صاعد السنه اللي فاتت ولسه 8 أو 9 الدوري السويسري. لكن في ايران نادي من الانديه القويه جدا هناك. طب والدوري الايراني؟ ما انا بقول لك نادي من الانديه القويه جدا هناك. نادي من الانديه القويه جدا. اصفهان ولا ايه؟ ما اعرفش بقى، انت راجل شاطر بقى، انت شوف انت. طيب قول لي محمد، انت وكيل اكتر من لاعب، في لعيبه ممكن نشوفها هتلعب في انديه اوروبيه او في انديه اسيويه الفتره الجايه؟ والله بص يعني بفضل الله ما شاء الله محمد صلاح لاعب نادي المقاولين العرب ومنتخب مصر للشباب. هو يعني ما شاء الله يعني جات له في بطوله افريقيا العديد من العروض من احد انديه القمه في الدوري الفرنسي، وفي نادي ايطالي مهتم جدا بخدماته رابع الدوري الايطالي. وربنا يسهل ان شاء الله. محمد ما شاء الله مقدم موسم جيد جدا، قدم مباريات عاليه امام فرق القمه الاهلي والزمالك والاسماعيلي بالتحديد يعني. وما شاء الله يعني انا بشكر كابتن رضوان وقبليه كابتن حمزه الجمل وكابتن عامر اللي اعطوه الفرصه، لانه فعلا محمد صلاح واحد من اهم المواهب اللي ممكن تقدم للكره المصريه الفتره الجايه حاجه جامده جدا. لكن انا قافل الكلام مع مسؤولي نادي المقاولين ان العلاقه الطيبه بيهم والظروف الصعبه اللي النادي بيمر بيه. وبالاضافه لكده برضه يا طارق انا مستني، لان طبعا ان بعد كاس العالم ان شاء الله يعني صلاح يحصل على عرض افضل. في برضه 2 لعيبه برضه او 3 لعيبه في منتخب الشباب، احمد حجازي وعلي فتحي، ومني برضه جت ليهم عروض لكن مش بنفس رسميه عروض محمد صلاح. طب اخيرا في مفاجآت بالنسبه للانتقالات الداخليه؟ اهلي هيروح اسماعيلي، اسماعيلي هيروح اهلي، زمالك هيروح. مش هيبقى في مبالغات ما بين الانديه. الانتقالات هتكون محدوده يعني. كل نادي ممكن يبقي على القائمه بتاعته باستثناء 3 أو 4 لاعبين. مش هتبقى زي كل سنه ان كل نادي يشتري 10 و15 لعيب يعني زي ما كنا بنشوف في السنوات اللي مضت، على خلفيه الازمات الماديه اللي بتمر بها البلاد بشكل عام. واكيد الرياضه جزء من الاقتصاد المصري. شكرا ليك محمد شيحة، بالتوفيق لعصام الحضري. الحقيقه شيء جميل جدا انه الحضري على طول مطلوب في كل الدول، ويعني الحقيقه هو حارس مميز جدا، وربما يعني انا من رايي الشخصي انه هو يمكن الحارس الافضل في الكره المصريه. شكرا ليك محمد شيحة. طيب هرجع